السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد. العام الدراسي والمس اللي ورايا ديت يا جماعة هقول لكم دلوقتي بتبص لي ومبسوطة كده ليه. دي مدرسة أحمد وحبيبة. كل سنة وانت طيبة يا مس عبير، ودايما كده يا رب معانا كل سنة، وربنا ما يحرمنا منك ولا من طلتك الحلو. والله لو كنت خدت بالي منها يا جماعة كنت رجعت سلمت عليه. المهم ان انا شفتها في الفيديو وشفتها بتبص لي قوي فرحانة كده. طبعا هي عارفه ان انا عندي قناه، وكل مدرسين حبيبه واحمد عارفين. الحمد لله يا جماعه، الحمد لله. بص يا جماعة، يعني اللي ماشي صح وماشي في حاله وما بيعملش حاجة غلط ما بيخافش من أي حاجة هو بيعملها. فالحمد لله الحمد لله، ده شرف ليا وفخر ليا إن أنا أطلع على الأكل عيش ورزق لولادي وأفتح قناة على اليوتيوب. كل سنة وأنتم طيبين، وبدأ العام الدراسي وعام سعيد علينا وعليكم وعلى كل العالم أجمع يا رب، ويجعلها سنة سعد كده وخير وهنا، ويبعد عننا أي حاجة وحشة فيها ويستر عروض ولينا يا رب، ويرزق كل مشتكى بالذرية الصالحة، وينصر فلسطين، ينصر فلسطين، ينصر السودان، ويرجع اخو حوا سالم غانم. امين يا رب العالمين. شايفين بقى يومي بيبتدي ازاي؟ الساعة 7 الصبح بظبط المنبه كل يوم الساعة 7. ليه بقى؟ المدرسة قدام البيت، يعني حتى لو نزلت من البيت 8 ودقيقة هكون في المدرسة. احنا اصلا معادنا في المدرسة 8، فاهميني ازاي؟ فطبعا في الساعة دي اكون عملت السندوتشات واكون فوقت نور ولبستها وسرحت لها، وننزل بقى بالظبط 8 بالظبط من البيت. تمام. بدخلها المدرسة 8 ودقيقة، 8 ودقيقتين بالكتير قوي، وبعدين تطلع بقى على فصلها وتمام كده. دلوقتي بقى انا بعمل لهم سندوتشات زي ما انتم شايفين كده. طبعا في لانش بوكس بتاع حبيبه اللي انتم شايفينه اللي هناك ده كان بتاع نور السنه اللي فاتت، خدوا بالكم بقى. المهم نور قالت لي خلاص اشتري لي واحد جديد السنه دي وحبيبه تاخد بتاعي. فحبيبه دايما تقول يا ماما انت مش بالشطاره اللي عليا. والله هو مش موضوع كده، بس موضوع يا جماعه، يعني بدام عندي هجيب تاني ليه؟ يعني انا بدام عندي والحمد لله اجيب تاني ليه وكتر فلوس وخلاص؟ وبعدين يا جماعه اللي احنا نوفره من اللانش بوكس نجيب بيه حاجه تانية. فاهمين ازاي؟ يعني كل واحده فينا كده تشغل دماغها كده، مش عشان سنه جديده يعني بدام انت عندك حاجتك خلاص مشي بحاجتك. انت كست بيت عارفه بيتك ماشي ازاي. انا عايزه اقول نصيحه لكل الستات، والله يا جماعه مش فخر في نفسي ولا ان انا يعني عشان بمجد في نفسي، لا والله بامان، بس طول عمري عشت على قد حياه جوزي. فعلى قد لحافك دايما مد رجليك، يعني دايما شوفي حياة جوزك وحياتك ماشية ازاي. كل واحد عارف شمس داره بتطلع منين، يعني انت عارفة بيتك ماشي ازاي وانت عارفة حياتك ماشية ازاي. فانت اللي في ايديكي تظبطي الدنيا وانت اللي في ايديكي تبوظي الدنيا، فاهمني؟ بس والله يا جماعة، ودلوقتي احنا بقى اصلا بقينا في زمن يعني ايه، يعني كل واحد يلم، يعني لم النعمة، لا النعمة تلمك. دي طبعا سندوتشات كده حبيبة دلوقتي خلاص خلصت، هتاخدها هي دلوقتي. والزمزمية بتاعتها او الازازة اهي، دي ازازتها اهو، شايفين؟ ازازة بنت ناس، ازازة بتاعت ناس في ثانوي. تعالوا بقى شوفوا نور بقى. نور بقى اللانش بوكس بتاعته لماما اللي فوق ده احط فيه ايه؟ قلت لا انا يا جماعة قعدت 3 ايام بغسل في المطبخ وفي السجاد وبمسح في الحيطان وبرتب في الدولاب، وفاهميني بحب الشقة بنفضها كده. 3 ايام قسما بالله ما نزلت يمة السوق ولا رحت هناك عشان اجيب فاكهة او اجيب خضار. والله 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 اني احتجت طماطمتين عشان اعمل اكل. قلت لحماتي عندك؟ قالت لي اه. قلت لها طب هاتي عشان انا مش قادره اروح السوق. فقلت بقى اخلص من الشقه وكده، وبعدين اول يوم المدرسه اودي نور وابقى انزل السوق اجيب اللي انا ايه عايزاه. فوالله يا جماعه بجد قلت لها نور ما يعني ما لا جبت فاكهه ولا جبت خضار عشان املى لك الرف اللي فوق، بس اوعدك يا نور يعني بعد كده هملهولك. وهتشوفيني كمان دلوقتي، طبعا انتوا شفتوني برضو في الاول كده وانا واخداها وبشتري لها من السوبر ماركت وبحط لها حاجتها في الشنطه. دي حبيبه بقى، دي حبيبه هي صاحبتها جت عدت عليها ورايحين وندهت عليا قالت لي يا ماما عشان كنت عايزه تصورين. هي مش عايزه تتصور، فلما لقيتني انا زعلت قامت رنت عليا من تحت، صاحبتها يعني وكده، رنت من تليفونها. فبقول لها ايوه في ايه؟ قالت لي احنا مستنينك يا طنط تحت صورينا يلا. قامت حبيبه قالت لي يا ماما مش بتهوني عليا. فقلت مش همشي إلا لما تصورين. قلت لها ما انتوا ما تبوظوليش الفيديو، انا بعمل كل ده عشان خاطركم انتوا، تقوموا انتوا تبوظوا لي الفيديو؟ مش كل الناس لازم تعرف. وبعدين انتوا لو لاحظتوا هتلاقي ان انا المطبخ والغرفه دي ليه بقى يا شيرين؟ لاني احمد نايم في الصاله وباباهم نايم في اوضه النوم، فاهمني؟ فكده خلاص شقه كومبليت، يعني كده مش مكان الا نلبس في الاوضه دي او نعمل الاكل في المطبخ وكده.
ربنا يبارك فيكم ويوسع على الناس كلها. والله يا جماعه مش معنى انا بقول لكم كده ان انا مش راضيه، لا والله العظيم ده انا راضيه. واللهم لك الف حمد وشكر يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا رب. احنا احسن من الناس اللي نايمه في الشوارع، احنا احسن من ناس كتير صدقوني. فلسطين كانوا عايشين في فيلل وفي عماير بسم الله ما شاء الله، وفي ثانيه لقوا نفسهم ايه يا جماعه، لقوا نفسهم بين الانقاض واللي مات واللي قاعد دلوقتي في مخيمات واللي. فالحمد لله يا جماعه والله احنا احسن من غيرنا، احنا احسن من غيرنا. بس ربنا يلطف بينا بس في الاسعار دي. كل مشكلتنا في مصر ان الاسعار بصراحه بقت غاليه جدا. طبعا انا كنت عامله نور لبس تاني تمام، يعني كنت بص نور عندها طقمين للمدرسه خلاص، وطقم تالت كده كان جاي لنا يعني ايه، يعني مش كان جاي لنا، كان بتاع حبيبه، كان بتاع حبيب وعينته من حبيبه وكده انه كان غالي عندي. فالمهم يعني فقلت لنور تروحي بايه يا نور؟ قالت لي اروح بالطقم ده. فخدته كويته وظبطته وقلت خلاص ده لما تيجي نور تروح بيه تاني ابقى اكويه. لقيت نور قايمه من النوم تقول لا يا ماما انا هروح بالطقم ده. يا بنتي طب انا ما كويتهوش. تقول لي ايه يعني، هي دي منظر مدرسه؟ بتقول لي كده. لو انت بتوديني مدرسه فيها باص وفيها المس اللي بتبقى في الباص وبعدين الداده اللي بتنزل توديني لحد البيت، انا كنت اقول لك اهتم بلبس. يا نهار ابيض يا نور، ده انت طموحاتك عاليه قوي. المهم يا جماعه عيب الكاميرا الخلفيه، لما بتيجي تصوري بالكاميرا الخلفيه ما بتبقيش عارفه انت يعني انت باينه ولا مش باينه ولا ايه. انت بتظبطي الكاميرا بس انت وحظك بقى مش عارفه هي جايباكي ولا مش جايباكي، فاهمين ازاي؟ فطبعا ما تزعلوش مني، بس انا كنت عايزه لكم تصوير حلو وحاجه حلوه كده يعني لعيونكم الجميله، عشان ما تتعبوش مني في التصوير وتقولوا لنور كل سنه وانت طيبه والتسريحه بتاعتك جميله يا نور. تسلم ايديك يا ماما. ماشي يا جماعه. فالمهم يا جماعه اعذروني لو في بعض التصوير كده ما كانش واضح قوي او مش كان جاي عليا، بس ده عشان خاطر الكاميرا والله يا جماعه الخلفيه. لكن ميزه الكاميرا الاماميه ان انت بتبقي شايفه نفسك، فانت لما انت الظاهره بتظبطي نفسك تاني. ده بقى يا جماعه يومنا ودلوقتي هاخد نور وهنروح على المدرسه. دمتم في رعايه الله واستنوني بقى واحنا داخلين على المدرسه وهوريكم الشارع بتاعنا. خدوا بالكم يا جماعه والله الشارع بتاعنا جميل قسما بالله. بصوا الشوارع مش بالبيوت، الشارع بناسها. يعني يقول لك ايه، اختار الجار قبل الدار، فجيراننا محترمين بامان. فما يغركمش الشارع فيه بيوت جديده وفيه بيوت قديمه. والشوارع عندنا هنا مكسره الجانبيه ليه بقى؟ عشان كانوا بيعملوا حاجات وصلات كده في الارض كده، فقالوا هنخلصوها وان شاء الله يسفلتوا الشوارع ويخلوها يبقى شكلها نضيف. فباذن الله ان شاء الله يبقى شكلها نضيف باذن الله بعد كده ان شاء الله تبقى حلوه يا جماعه ان شاء الله. المهم انا خدت بقى نور هنا، طبعا السوبر ماركت ده اللي قدام المدرسه بالظبط. انا حبيت اخدكم معاه من الشارع عشان اوريكم المدرسه قدامنا ازاي. صاحبه نور كانت على باب الشارع شافتنا وانا بقى في البوابه، قعدت لها يا نور يا نور يا نور. فطبعا سلمت على والدتها وسلمت عليها وكده وبعدين هما سبقوني وانا قلت لهم ان انا لسه هشتري لنور وكده، ما اشتريتلهاش من بالليل فهشتري لها دلوقتي. فنور بقى خدت بسكوت وخدت كيكه وخدت شيبسي، بسكوت وكيكه وشيبس. المهم يعني بقول لها يا نور انت مصروفك كان السنه اللي فاتت كام؟ قالت لي كان 10 جنيه يا ماما. قلت لها خلاص السنه دي برضو ماشيه 10 جنيه. قالت لي ليه؟ قلت عشان انت ما طولتيش وما كبرتيش. لا يا ماما السنه اللي فاتت كان 10 يبقى السنه دي 20. قلت لها لا يا شيخ لا ابوكي حرامي ولا ايه؟ تقول لا يا ماما البركه فيكي انت. بص يا جماعه عايزه اقول لكم نور بتتكلم كلام وحياه لا اله الا الله انا ما اعرف بتجيب كميه الكلام ده منين. انتوا عارفين الناس هتقول لستها ايه؟ يا تيتا. قالت لها ايه يا نور؟ قالت لها انا عايزه منك 4 جنيه. قالت لها اشمعنى 4؟ قالت لها عشان هديكي 6 وتديني ال10 سليمه، يعني ورقه واحده يعني. قالت لها يا سلام. وجايه بقى بتقول لي كده وانت مين قالك ان انا معايا فلوس؟ قالت لها يا تيتا انا عارفه والله يا تيتا ان انت بتحبيني وهتديني. اقول لك على حاجه، طب انا بحبك اكتر من تيتا اللي في كفر الشيخ. قالت لها يا بنت يا شيخه بذمتك؟ قالت لها قالت لها انا بحبك اكتر من تيتا اللي في كفر الشيخ، انت حبيبتي وروحي وعقلي يا تيتا. قالت لها من غير كل ده ومن غير المقدمات دي هات ال6 جنيه وخد ال10 جنيه. ببص لقيتها بتقول لي يا شيرين يا شيرين. بقول لها ايه يا ماما في ايه؟ قالت لي تعالى ما اقول لك نور بتقول لي ايه. قلت لها يا نهار ابيض يا ماما. قالت لي والله العظيم هو انت اللي بتقول لها الكلام ده؟ قلت لها بقول لها ايه والله العظيم ما بقول حاجه قسما بالله، ولا اعرف اصلا ان هي تنزل ولا هتقول لك كده، ولا اعرف اصلا. انا عارفه ان هي معاها 5 جنيه مش 6 جنيه.
تردد بتقول لي ما انا لقيت جنيه يا ماما، لقيته تحت الكمبيوتر. شفت يا جماعة؟ عشان تعرفوا بس العيال اليومين دول محدش بيقدر عليهم يعني. الحمد لله ربنا يعيننا عليهم. بصوا بقى شايفين النور؟ بصوا عارفين صاحبتها اللي قاعده جنبها دي شبه مين يا ولاد؟ خدوا بالكم معايا، شبه دينا الشربيني اللي بتمثل، اللي هي كانت متجوزه عمرو دياب. عماله ابص لها واشبه عليها، اشبه عليه. يا ترى انا شفت الشكل ده في هي فيها شبه كبير من دينا الشربيني اللي بتمثل. شوفوا بقى شايفين اصحاب نور؟ خدوا بالكم الفصل لسه ما كملش، الفصل فيه 40 طالب وطالبه، 40 طالب وطالبة، فلسه الفصل كان بيكمل وبيندهوا الأسامي والكلام من ده كله. طبعا أنا قعدت نور كده ورا الشباك عشان النفس والكلام ده كله. قلت نور مكانك هنا جميل. هنا بقى أنا بوريكم المدرسة دي ابتدائي وإعدادي، ابتدائي واعدادي. بوريكم شكل المدرسه كده وشكلها من بعيد، وطبعا الشمس ضاربه في التليفون. بس والله يا جماعه كان نفسي اقول لكم احسن من كده. كل سنه وانتم طيبين، وكل الناس طيبين يا رب، ما يضيع لنا تعب في ولادنا، ونفضل كده يا رب. كده ربنا رفع رايتنا لحد يوم الدين كعرب وكمسلمين، يبعد عننا اي اذى، يبعد عننا شر القيل والقال، ويكفينا شر من ألفنا ما ليس فينا. اللهم امين. طبعا كل الاولياء الامور بيبص دي بتصور ايه. شايفين؟ بصوا مس عابر اللي ورايا دي يا جماعه. ده بقى يا جماعه انا بوريكم، بص يوم وانا قايمه من النوم، وقسما بالله يا جماعه دي خلقتي وانا قايمه من النوم. الحمد لله على كل حال. عيني كنت ماشيه مش شايفه بيها، لاني انا ما نمتش الا ساعه واحده بس. يلا حبايب قلبي، دمتم في رعايه الله، واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.